السلام عليكم، عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بافضل حال. فيديو النهارده هنعمل مع بعض الحواوشي المصري. الحواوشي مفيش اتنين بيختلفوا عليه، الكل بيحبه سواء كان الكبار او الصغار. عشان كده عملت لكم فيديو النهارده هنعمل مع بعض الحواوشي على طريقه امهاتنا، الطريقه البسيطه الجميله اللي احنا متعودين عليها. فيها شويه تكات ولمسات بالرغم ان هي بسيطه قوي سواء في الحشو او في العجينه، لكن هتفرق كتير في الطعم. عايزه اقول لكم ان فعلا هننافس اشهر المطاعم بطريقه الحواوشي بتاعه النهارده. لو اول مره بتشوفوني انا رنا، ودي قناتي منوعات رنا رضا. اتمنى انكم تعملوا لايك للفيديو، كمان تشتركوا في القناه، ويا ريت تفعلوا الجرس، اختاروا الكل عشان يوصل لكم اشعار بكل فيديو جديد انزله، وشيروا الفيديو ده على صفحاتكم عشان عدد كبير من الناس يوصل لهم. ونصلي على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد عليه الصلاة والسلام. دلوقتي بقى هنبدأ في الحواوشي المصري على طريقة أمهاتنا. بولة كده فيها حوالي كوباية من المية، وهنزل فيها كده معلقتين من الخميرة البيرة، وينفع جدا خميرة فورية لو موجود عندك، كمان معلقتين من السكر، وهسيبها كده حوالي 5 دقايق بس. بعد كده هجيب بقى بولة كبيرة، هنزل بالخميرة كده بالمية بالسكر، وهضيف عليها كمان معلقتين من اللبن البودر اللي هو الباكت الصغير ده، معلقتين. ممكن نستغنى عنه ونضيف نص كوباية من الحليب او من الزبادي، نص معلقة من الملح، نص كوباية من الزيت، وهنضيف كمان كوباية من المية. على فكرة المية والزيت كلها بحرارة الغرفة، لان اصلا كده كده الجو حار، مش هدفي المية خالص، لكن لو في الشتاء يبقى دفوا المية. دفوها بس ما تخلوهوش يعني سخنه جامد، عشان الميه السخنه جامد بتبوظ الخميره. الدقيق بقى انا هنزل الدقيق او الطحين بالتدريج على قد الميه ما هتقبل مني، لان طبعا لكل دقيق او كل طحين يعني بيقبل ميه بمستوى معين كده. يبقى كده كميه السوائل اللي انا نزلت بيها كوبايتين ميه، كوبايه مع الخميره في الاول، وبعدين ضفت كوبايه تانية، ونص كوبايه من الزيت، معلقتين من السكر، معلقتين من اللبن البودر، ونص معلقه من الملح. هنعجن بقى كويس قوي. الكمية دي اخدت معايا حوالي 6 اكواب كبار من الدقيق. شوف انت بقى ممكن يقبل اكتر او اقل. هنعجن كويس كده لمدة 5 دقايق لحد ما ناخد ملمس عجينة طري لكن مش بيلزق. هغطيها كده بكيس بلاستيك واسيبها لحد ما تخمر. على بقى العجينة ما تخمر هنحضر الحشو بتاع الحواوشي. معلقتين كده من الزيت، وهنزل باللحمة بتاعتنا. هنا انا استخدمت حوالي كيلو من اللحمة المفرومة، وفيها نسبة محترمة من الدهون. مش هقلب، هسيبها لحد ما يبدأ لونها يتغير، وبعد كده هبدأ ان انا اقلب اللحمة بتاعتنا واضغط عليها كده بالسباتل، عشان لو فيها اي تكتلات ولا اي حاجة ابدأ ان انا افكها. هسيب اللحمة كده تتشوح لمدة دقيقتين بس، وهيكون ده شكلها. بعد كده هنزل ب4 بصلات كبار فرماهم في الكبة، وممكن نفرمهم بالمبشرة، لكن طبعا في الكبة بيكون اسهل كتير. وهديهم كده تقليبة مع اللحمة. كمان هنزل بقرنين فلفل احمر وقرنين فلفل اخضر ضربهم في الكبة. نص حزمه كده صغيره من الكزبره الخضراء مقطعاها قطع صغيره خالص بالسكينه. التوابل بقى هتكون معلقه صغيره من الفلفل الاسود، الكزبره الناشفه، توابل اللحمه، وهنزل بمعلقه ونص من البابريكا، والملح ظبطيه حسب ذوقك، ومعلقه صغيره كمان من الثوم المفروم. التوابل ممكن نضيف اي نوع توابل تاني احنا حابينه، ولو عندك نوع ولا حاجه مش موجود من التوابل اللي انا نزلت بيها ممكن تستغنى عنه. هقلب بقى كل الكلام ده كويس كده مع بعضه، وهسيبها بقى كده على نار متوسطة لمدة بس حوالي 10 دقايق مش اكتر، لحد ما تخلص من اي سوائل بس موجودة في اللحمة. عايزة اقول لكم ان الريحة طالعة يا جماعة جبارة بصراحة. بعد كده بقى بعد مرور حوالي 10 دقايق وخلاص اتخلصت من كل السوائل اللي موجودة فيها، هسيبها بقى تبرد تماما.
بعد كده بقى العجينه كانت اختمرت، يعني عايزه اقول لكم ما اخدتش وقت ولا حاجه خالص، اخدت تقريبا بالظبط تلت ساعه او نص ساعه، لان الجو حر بطريقه غير عاديه. طبعا لو في الجو شتاء ممكن تتاخر شويه، ممكن تاخد ساعه ولا حاجه. هبدا بقى ان انا اقطعها كده او اشكلها. اعملي حجم الرغيف حسب رغبتك انتي، بس طبعا في التقطيع اعملي رغيف كبير ورغيف صغير. مثلا لو 5 هتعملهم مثلا 5 رغيف، يبقى 5 كبار وايه يعني اعملهم 10 تقطيعات، يعني 5 كبار و5 اقل منهم سن، عشان نعمل واحد الكبير يكون تحت والاصغر منه يكون فوق. فهمتوني كده؟ يعني مثلا لو احنا الكمية دي عايزين نعمل مثلا نقول مثلا 5 رغيف حواوشي، ماشي. ال5 هيبقى طبعا بنعمل الرغيف طبقتين، طبقة فوق وطبقة تحت. قطعي 10 تقطيعات، 5 اللي كبار شوية اللي يكونوا اللي تحت، و5 فوق يكونوا أصغر منهم سن. هتفهموا دلوقتي وأنا بعمل ده الرغيف الكبير فردته. هاخد بقى الصغير وافرده هو كمان، عشان الصغير هيبقى فوق والكبير هيكون تحت. الله أكبر، الله أعظم والعزة لله. افردي بقى، بيكون سمكه مش يعني مش عريض قوي زي ما انتوا شايفين كده. هجيب بقى الاولاني اللي انا فردته اللي هو المفروض هيكون تحت، وطبعا بعد اللحمه اللي انا عصقتها ما تكون بردت تماما، ما ينفعش ان هي تكون سخنه. وحطي بقى حسب بقى رغبتك انتي، حطي كميه اللحمه اللي انت عايزاها. ميزه بقى يعني احنا دايما ممكن اي حد هيشوف الفيديو يقول ان دايما بنشوف الحواوشي بيتعمل اللحمه مش مستويه، بتحطها في العجينه نيه. لا، دي بقى ميزتها ان انت الناس اللي بتقلق ممكن اللحمه مش مستويه ولا حاجه، او الناس مثلا اللي كده كده واللحمه مش مستويه مش بتعرفي تحطي كميه كبيره علشان ما تبقاش نيه منك او مش مستوي. لكن دي بقى هتحطي وانت قلبك مطمن وانت مرتاحه خالص. بعد ما فردت كده اللحمه، وطبعا بتراعي ان اللحمه ما تجيش على الجناب، بنحط بقى الرغيف الصغير فوق، وبنبدا ان احنا نقفل كده. وبنجيب بقى الحاجه اللي هتضمن ان انت الرغيف ما يفتحش معاكي بالشوكه، بيدي شكل، وكمان ان هو بيقفل ما بيفتحش، وكمان كان عشان الطرف يكون رقيق، بتلاقيه خلى الطرف بتاع الرغيف الحواوشي رقيق. وكده اول رغيف حواوشي. هجيب بقى الصينيه اللي انا هخبز فيها دهنه زيت بس بسيطه كده، وهنزل بالرغيف الحواوشي. هجيب بقى شويه زيت وابدا ادهن الوش بالفرشه كده. ما عندكيش فرشه ممكن لو حته شاش نظيفه او حته قطن نظيفه ممكن تدهني بيها. هجيب سمسم وحبة البركة كمان، عايزة تحط حبة البركة لوحدها، عايزة تحط سمسم لوحدك، تعملي ميكس من الاتنين حسب رغبتك. هنا بقى هوريكم كمان رغيف كده قلت على السريع. ده الرغيف اللي هو حجمه كبير شوية اللي هعمله تحت. بدأت ان انا افرده، وسمكه بيكون وسط مش رقيق قوي ان هو ممكن يتقطع معايا، ولا بيكون سميك يعني بزيادة. ده بقى اللي انا هعمله فوق اللي هو الكفر اللي فوق. بترش بس كده رشه دي عشان تضمني انه ما يلزقش منك في الرخامه ولا حاجه، لكن على فكره مش بيأثر في الطعم ولا بيكون مغير ولا اي حاجه خالص، هي رشه صغيره. هجيب بقى كده ده الطبقه اللي تحت كده او الرغيف اللي تحت، هحط كميه اللحمه اللي انا عايزاها، وابدا افردها كده بشوكه، وراعي ان الجناب ما يجيش عليها لحمه، اسيب مسافه كده. ده الرغيف اللي فوق. بصوا لو تلاحظوا اقل سنه يعني في الحجم بتاعه اقل شويه من اللي تحت. هبدا اقفل بايديا كل الجناب كده بحيث ما فيش اي لحمه تخرج بره. وبعدين هجيب الشوكه وابدا ان انا اعملها بالشكل ده كده، تفرد الاطراف وكمان تضغط عليها علشان ما يتفكش. وفي الصينيه برضو تكون مدهونه زيت، وابدا ادهن الوش. وعلى فكره لو مش عايزين تدهنوا الوش زيت ممكن ندهنه دهنه لبن، بس انا يعني حاسه كده ان الزيت هيكون افضل. بدات بقى ان انا ارش، بصراحه مش حابه نكهه حبه البركه كده، فبدات ان انا ارشه
سمسم. هندخله بقى الفرن، بحطه على قاع الفرن واشغل نار هاديه خالص من فوق ومن تحت لحد ما ياخد لون من فوق ومن تحت. وده ميزته ان اللحمه لما بتكون متعصجه مش بياخد وقت في الفرن ولا حاجه، حوالي بس 10 دقايق في الفرن وبيكون مستوي. نار هاديه من فوق وبتكون برضو هاديه من تحت. وبحط الصينيه على قاع الفرن، وبألف هنا وشفا. احلى حواوشي ممكن تاكلوه بجد تحفه تحفه يا جماعه. اتمنى ان الفيديو يكون عجبكم، ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وتشتركوا في القناه. اتمنى السعاده والتوفيق للجميع. اي حد يجرب الوصفه يقول لي في الكومنتات، وكمان تقولوا لي انتوا بتتابعوني من اي بلد. هسيبكم في رعايه الله وامنه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.